تعال نشوف اليوتيوبر بيشيلوا ايه في شنطهم. اول حاجه هفتح الشنطه ونقول بسم الله. انا عندي اول حاجه هنا وده مايك 55، فانا جبت المايك معايا هنا في الاستوديو ده عشان محتاجه. وعندي بعد كده هدوم، انا بستخدم الهدوم دي عشان لو اصور كذا فيديو مع بعض. وعندي بعد كده الكرتونه دي حاطط فيها الكاميرا على ما تفرج، ولافف الكاميرا بفوط عشان ما تتخدش. وعندي هنا بقى منفخ العدسه ده بستخدمه ان انا اشيل التراب من على عدسه الكاميرا. وعندي هنا بعد كده ليد اضاءه بستخدمه في الفيديوهات، هو كبير حبتين وتقيل شويه، ولما اشغله الاضاءه بتاعته بتكون هارش جدا او قويه جدا، واقدر كمان ان انا اقلبه على اي الوان انا عايزها او اي وضع. نيجي بقى للسوسته اللي بعد كده. عندي اول حاجه هنا وهي التيوب بتاعه الاضاءه، ودي سعرها غالي شويتين، وانا بستخدمها ان انا احط اضاءه على شعري باي لون انا عاوزه. وعندي بعد كده شريط متر، ده بيكون 20 متر بقيس بيه اي حاجه انا عاوزها، هو بيكون كبير شويه فبشد اللسان بتاعه من هنا وبقيس اي حاجه انا عايزها. ولو بصينا هنا كمان هنلاقي جهاز ليزر، ده برضو من خلاله بقدر اقيس بيه مساحه اي حاجه انا عايزها، واسرع بكتير من شريط المتر. اسمعوا كده صوته. هنا اصل المسافه بين الجزئيه دي لحد اخر الحيطه بيقول ان هي 45 سم، وده عشان كنت شغال في المساحه وبرفع مساحه الشغل بتاعت الناس، لكن انا سبت الشغلانه دي. وعندنا بقى بعد كده العلبه دي وهي فيها المايك بتاعنا. لو جيت بصيت هنا عليها هلاقي عندي المايك اهو الوايرلس، وهلاقي هنا بقى الاضاءه اللي انا بستخدمها في الخلفيه بتاعتي، هي طبعا ماجنتيك فهم لازقين في بعض، فلما اشغلها بقدر اقلبها للون اللي انا عاوزه، فبتدي شكل جميل جدا في الاضاءه بتاعت الخلفيه. حد هيقول لي يعني انت حاطط المايك في الشنطه وحاطط الكاميرا في الكرتونه؟ هو شفتوا الزمن بقى، انا عارف ان هو عبث. وهنلاقي هنا بقى محول بيشغل الراوتر عن طريق الباور بانك عشان لو الكهرباء فصلت، وده بالنسبه لي مهم جدا، ولكنه مشكلته ان هو بيسخن بسرعه فما ينفعش تشغل عليه الراوتر دايما. وهنلاقي هنا بقى منديل النضاره ده اللي بمسح بيه دايما عدسه الكاميرا. وفي الجيب هنا هنلاقي جميع انواع الاوتو جي، وكمان موجود معاهم دبوس عشان اخلع خطوط الموبايل. واخيرا نيجي بقى للسوسته الاخيره. اول حاجه معانا هنا وهو الباور بانك بتاع شاومي، واللي كنت جايبه 350 جنيه، وده 20000 ملي امبير، وما اقدرش استغنى عنه نهائيا. وعندي هنا بقى اداه الجيفت اللي بيستخدموه بتوع صيانه الموبايلات، وانا بصراحه بستخدمه في اي حاجه بايظه زي الاباجوره دي، بمسك بيها السلك بتاعها بيكون اسهل بكتير، والحمد لله في الاخر الاباجوره اشتغلت معايا. وعندي هنا بقى مكنه حلاقه بتاعت الشعب واللي محدش يقدر يستغنى عنها. وموجود هنا الشاحن بتاع موبايلي والسلك بتاعه، وهنا بقى موجود شاحن البطاريه بتاع الكاميرا. واخيرا بقى المحفظه بتاعتي اللي بحط فيها الفلوس، وما احبش اشيل المحفظه في جيبي عشان ممكن تقع مني. عارفك يا اللي بتقول لي امال فين اللاب اللي بتحطه في الشنطه؟ في الحقيقه اللاب بتاعي داهيه وقديم ووزنه تقيل جدا، فانا مش بتنقل بيه كتير. ولو عايزين تعرفوا اسرار تانية عن اليوتيوبر اكتبوا لي في كومنت.